السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ انتصار مريم. بمناسبة شهر رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. غادي نقدم لكم الشباكية المغربية الغنية عن التعريف، اللي ما كتخطى حتى طبلة مغربية. غادي نقدمها لكم بطريقتي مع السر من اسرار نجاحها. غادي نخليكم مع المقادير. بالنسبة لهاد الشباكية غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس. غادي نحتاجو 75 غرام ديال اللوز اللي مسحته من الغبره وطحنته بقشرته وغربلته. ضروري ما نغربلوه باش ما تثقبش لينا الشباكيه ملي نكونوا كنطلقوا فيها باش نشبكوها. عندي 75 غرام ديال الجنجلان اللي صهدته وطحنته حتى ولا ليا عجين، طحنته مزيان. اللي ما عندوش ماكينه كطحن ليه ممكن تغربلوه. عندي معلقه مع مراج ديال حبه حلاوه صهدتها وطحنتها وغربلتها. وعندي معلقه ديال النافع. كيف كتشوفوا انا دايره معالق مع مريش اللي عندنا 9 كيلو ديال الدقيق، حتى هي صهدتها وطحنتها وغربلتها. وعندي معلقه صغيره ديال القرفه. عندي نص كاس ديال الزيت البلديه ومخلط مع الزيت النباتيه. وعندي نص كاس ديال الزبده مذوبه. انا خديت الزبده النوع الجيد، الزبده اللي كتبعدنا بالعبار. دابا غادي ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ انا هاد القصريه، غادي ندير فيها الدقيق ديالي. غنضيف عليه واحد القبيصه ديال الملحه، ماشي بزاف غير شويه. وغادي نضيف عليه الجنجلان واللوز والمعلقه ديال النافع والمعلقه ديال حبه حلاوه. وغادي نزيد القرفه. صافي غادي نخلط هاد النواشف تندمجوا لينا العناصر مع بعضياتها. صافي دابا غادي نجمع هاد الشيء بهاد الزيت هذا، غادي نحاول نبسبسو بالزبده والزيت. غنخدموها بهاد الشكل هذا حتى ندخلو هاد الزبده والزيت في هاد الدقيق كامل باش نحصلوا على واحد الشباكيه اللي كتجي معلكه ورطبه. غنخدموها بهاد الشكل هذا. اللي بغى يحصل على شباكيه اللي هي لذيذه ومعلكه وناجحه 100%، ضروري ما تحترموا المقادير، ما تزيدوا حتى شي حاجه من عندكم. كاين اللي كيبغي يقول نزيد شويه اللوز ولا شويه الجنجلان، قد ما زدتي القوام الشباكيه ما كتجيش بواحد النتيجه اللي هي مزيانه. الا زدتوا الزيت الشباكيه كتجي كتفرتت كتهرس لينا. الا زدتوا شي حاجه من نافع ولا حبه حلاوه فكتعطي المروره في الشباكيه. يعني من الاحسن نحترموا المقادير، ناخذوا كل شيء بالعبار. اللي ما عندوش ميزان في الدار ممكن يمشي عند مول اللي كيبيع هذا الشيء ديال الحلوى فيعطيه هذاك الشيء مضبوط، يعطيه المقادير اللي كتكون مضبوطه. كيف كتشوفوا ضروري نخدموها بهذا الشكل هذا. تندخلوا الزبده والزيت في الدقيق كامله. صافي دابا من بعد ما ندمج لينا هاد الدقيق مع الزبده والزيت فانا غادي نخليها، غادي نجمعها في واحد سوبيره وغنغطي عليها وغادي نخليها تبات ليله كامله. ضروري انا كنفضل هاد الطريقه هذه لان كتساعدني في الغد ما كندلكش الشباكيه بزاف وكنحصل على واحد النتيجه اللي هي مزيانه وكتنقص عليا حتى تماره. كنجمع الروينات تاع اليوم والغد كيبقى ليا غير نشبك ونقلي صافي. صافي انا دابا حصلت على النتيجه اللي باغا. الدقيق شرب ليا الزبده والزيت ديالي كاملين، هانتوما كيف كتشوفوا ترملات كلها. انا دابا غادي نغطيها وغدا ان شاء الله غادي نتلاقى معاكم باش نخدموا الشباكيه ديالنا. دابا الدقيق تاعي من بعد ما بات ليله كامله هانتوما كيفاش كيجي شارب الزبده والزيت. دابا غادي نحتاجو مسكه حره مدقوقه مع شويه سكر كلاصي
وغادي نحتاجو ضامه ديال الزعفران مع شويه الخميره معجونه، غير شويه ماشي بزاف، قد الحمصه، لان الجو سخون ما خصناش نكثروا. وعندي 4 معالق صغيره ديال الخميره فوريه، وعندي شويه الزعفران ديال الباكيه، غير شويه على قبل اللون. اللي ما بغاش يديرو ماشي ضروري، ولكن راه كيعطي اللون زوين بالنسبه للشباكيه. عندي 2 كيسان ديال المزهر، وعندي قياس معلقه ونص ديال الخل. دابا غادي ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه انا غناخذ ضامه ديال الزعفران، غادي نزيدها مع الخل ومع الكاس ديال المزهر، وغادي نديرهم يدفاو ليا شويه. صافي دابا خبيت الدقيق ديالي في هذه القصريه، غادي نزيد عليه خميره مع 4 معالق ديال الخميره فوريه، غادي نزيد عليه شويه من هذا الخرقوم هذا، غادي نزيد عليه المسكه حره، وغادي نزيد عليه شويه ديال الخميره اللي عندنا هنا معجونه. انا كنأكد عليها الخميره معجونه يكون قد الحمصه، لان الجو سخون ما خصناش نكثروا فيها بزاف. دابا انا غناخذ هذا المزهر اللي ذوبته معاه هنا ضامه الزعفران والخل، دفاو ليا شويه، غير يدفاو ما تخليهمش يسخنوا. بالنسبه للمزهر ما نديروش كامل، نبقاو نديرو شويه بشويه حتى نجمعوا العجينه ديالنا. ما خصهاش تكون قاصحه وما تكونش مرخوفه. بالنسبه للعمليه اللي درت بسبستها بالزبده والزيت وخليت الدقيق بات ليله كامله، فكتسهل علينا عمليه العجن، ما كنحتاجوش نعجنوا العجينه تاعتنا، ما ندلكوهاش بزاف. وحتى الطريقه اللي درت سخنت المزهر مع الخل مع ضماد الزعفران كتعطينا واحد العجين ديال الشباكيه اللي كتكون رطبه وخفيفه. صافي كيف كتشوفوا معايا انا دابا احتاجيت الكاس كاس ديال المزهر، كاس ونص تقريبا، هزت ليا كاس ونص. صافي انا غادي نجمع هاد العجينه تاعتي، غندلكها غير واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نتلاقى معكم باش نكملوا. صافي دابا العجينه تاعتي من بعد ما دلكتها هانتوما كيفاش كتجي، ما قاصحاش وما رطباش. انا غادي نقسمها لكويرات صغار. ضروري اي حاجه خدمتوها بالنسبه للشباكيه ما ديروها في بلاصتي باش ما تنشفش ليكم، لان الا نشفت كتقصح وما كتبقاش، ما كنقدروش نشكلوها حتى ما كتجيش الشباكيه اللي هي زوينه. صافي انا جمعتهم كلهم هنا، غنخدم بهذه. صافي غادي نخدمها كلها بهذا الشكل هذا، غادي نديرها بحال الشكل ديال الرغيف، كلها غادي نخدمها بهذا الشكل هذا حتى غنكمل القياس اللي عندي كامل. باش كندير لها الطريقه هذه كنورقها
كتجي شاربه العسل، وكتجي عندنا واحد الشباكيه اللي هي مورقه. صافي دابا انا خدمت الشباكيه تاعتي كامله كلها ورقتها بهذا الشكل هذا. غادي نجمعها وغادي ندخلها للثلاجه وغنخليها هادي باش غنخدم. صافي من بعد ما خرجتها في النمره 3 فانا حصلت على السمك اللي انا باغا. نطلقها شويه غير هكا، ما نضغطوش عليها بزاف. صافي غادي نحاول نقادوها بالجراره. ثلاثة 4 5 1 2 3 4 5 كنقطعو 1 2 3 4 5 3 4 5. صافي غادي نهزو وحده ونلصقوها مع هذه ونحطوا هذه ونلصقوا هذه، يعني غيجيونا 3 وحده فوق وحده فوق وحده. وهنا غادي نديرو هذه فوق من هذه، غنحلو هكا ونلصقوا القميصات هادو بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نحصلوا على وريضه بطريقه سهله، وحده فوق وحده فوق وحده وهذه فوق هذه. صافي وغادي نلصقوا هنايا كيف كتشوفوا. ماشي طريقه اللي هي صعيبه، انا كتعجبني شباكيه صغيره داكشي علاش كنقطعها صغيره، ما كنبغيهاش كبيره. وحده فوق كنهزوا وحده كنطيحوا الثانيه، كنهزوا الثالثه فوق الاولى، كنطيحوا الرابعه، كنهزوا الخامسه فوق الثالثه، يعني كتولي عندنا 1 2 3. وهنايا كنهزوا هذه فوق من هذه، كنحلوا هكا، كنلصقوا هذا القنت مع هذا القنت. صافي وكنحطوها وكنقادوها هكايا، نحاولوا نحلوها هكا بيدينا حتى كتعطينا شكل ورده. نعاود معكم هذه، غنهزوا هذه فوق من هذه ونحطوا هذه ونهزوا هذه وهذه مع هذه، نلصقوا هاد القميصات هادو. صافي وغنخرجوهم هكا باش بعدنا ندفعوهم، وغادي نشكلوا الشباكيه تاعتنا على شكل وريضه كتجي زوينه. كنتمنى باش تكون الطريقه واضحه، طريقه شباك سهله لان هي المهمه في الشباكيه. كيف كتشوفوا معي دابا من بعد ما كملت شباكيتي في الشباك، دابا غادي ندوزو نقليوها. انا درت المقله كتسخن، درت فيها الزيت باش يسخن ليا. صافي بعد ما سخن ليا الزيت فانا غادي نحط فيه هاد الشباكيه. نسخنوا الزيت بزاف ونقصوا من البوطه، ضروري من نقصوا من البوطه، نقصوا من العافيه باش الشباكيه طيب من الداخل ومن برا، ماشي طيب لينا غير من برا تحمر وتبقى معجنه من الداخل. كيف كتشوفوا راني كنقطعها وكنشبكها صغيره، وفي الزيت راه كتزيد تنفخ لينا كتكبر شويه. انا كتعجبني الشباكيه صغيره تكون في هذا القياس هذا. من الاسرار النجاح ديال الشباكيه اول حاجه خاص تكون العجينه ما تكونش قاصحه بزاف، ما تكونش رطبه. بالنسبه للجنجلان واللوز والنافع ملي نطحنوهم ضروري ما نغربلوهم باش ما يثقبوش لينا العجين. العسل خصو يكون مصوب او مشري بطريقه اللي تكون يعني يكون العسل من النوع الممتاز اللي غيلصق لينا الشباكيه ويعطيها التعليكه، لانه هو اللي كيعطينا التعليكه في الشباكيه. وبالنسبه للقليان تشباك ضروري ما يكون تشباك، الانسان اللي بغى يصايب شباكيه خصو يكون يعرف كيفاش يشبكها. وبالنسبه للقليان تكون زيت سخونه، وملي نحطوا الشباكيه نقصوا من الزيت باش طيب لينا مزيان من الداخل ومن برا. ولا تبعتوا هاد النصائح كلها فغتحصلوا على شباكيه اللي هي مزيانه. وملي تقلى لينا نهزوها نصفيوها شويه من الزيت
ونحطوها في العسل ونخليوها تاخذ وقتها في العسل باش تشربوا لينا مزيان. انا دابا ما غاديش نقلبها دابا حتى نحس بها طابت ليا شويه من تحت، ساعه باش نبدا نقلب فيها باش ما تسحش لينا الشباكيه وسط الزيت. دابا ملي بدات كطيب من تحت فغادي نحاول نقلبوها على الوجه الاخر. صافي غادي نقلبوها كامله وغادي نخليو الشباكيه تتحمر لينا. ملي كتكون العافيه مهيله كطيب على راحتها. نحاولوا نديروا معها الخاطر وما نزربوش عليها. صافي دابا انا قلبتهم كاملين، غادي نخليهم يطيبوا من الجهه الاخرى. كيف كتشوفوا معايا دابا الشباكيه ديالتي صافي هي طابت. دابا غادي نحاول نهزوها. هانتوما ضروري ما يكون الطياب ديالها يكون مقاد، ماشي ما تكونش جهه طيبه وجهه ما طيباش. هانتوما واخده ليا لون واحد. قد ما نقصوا البوطه وعطيتوها الخاطر فغتحصلوا على واحد الشباكيه اللي هي طيبه مزيان. نحطوها تسقطر واحد شويه من الزيت عاد باش نحطوها في العسل، باش العسل ديالنا ما يعمرش لينا بالزيت. هانتوما كتشوفوا كلهم طايبين بحال بحال، ما كايناش جهه خضراء وجهه طيبه. صافي دابا من بعد ما طابت ليا الشباكيه كلها فانا درتها في العسل. غنحاول نهز العسل هكا ونحطو عليها من الفوق بهذا الشكل هذا باش كلشي يوصلوا العسل، تشرب لينا العسل كامله. صافي غادي نخليها واحد شويه في العسل بما كملت القليه الاخرى تتقرب القليه الاخرى طيب ليا، وغادي نحيد هاد الشباكيه هذه حتى تشرب ليا العسل مزيان. انا غادي نزيد على واحد شويه العسل هنا بقى عندي قليل. العسل باش يجي ناجح لينا في الشباكيه خاصو يكون ثقيل، ما تسخنوه ما والو، ديروه ديريكت. السخونيه تاع الشباكيه هي اللي غتعاود تجريه لينا. صافي انا غادي نخلي هذه حتى نكمل القليه اخرى وغادي نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي الشباكيه ديالتي. ودابا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي الشباكيه ديالتي. كتجي رائعه، كتجي معلكه، كتجي لذيذه وكتجي مورقه. الا عجبتكم هذه الوصفه هذه بارطاجيوها مع الاصدقاء.